نذكر آية قرآنية مهمة جدا، لأن مهمتنا بهاي الندوة نخص الذات، نخص إحنا وإمكانياتنا وقدرتنا بالتأثير على الآخر. فكانت آية قرآنية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. يعني بعد حل النزاع لازم نبدأ بأنفسنا وأهلي يعني الشطر الثاني نعيد الموضوع. أطيب نفسا هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصل سنحظى. أمست الأرواح مرضى فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء. فالخلاص من السماء أنت مهدي الحياة. بعد رب العالمين قال لكم انه انتم شنو بعد بديتوا مرحله الشباب يسموها مو الطفوله، واضح؟ وهذا الدرجه المية بعد الدروس تصير كانما اصعب مو مثل الرابع، مو صحيح؟